مهما تقولي لي غيّري الطريقة بتاعتِك، أقول لِك مستحيل طبعًا أغيّر طريقتي فيها، لإن الطريقة ديّة هي أحسن طريقة وأحسن طعم ممكن توصلي له. تعالي نبدأ ونسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحطّي اللايك بتاعِك، وتعالي نحضّر مع بعض النهارده أحلى وأطعم غدا طعمه حكاية. أول حاجة معايا رغيف عيش بالشكل دوّة كده، هاحاول إن أنا أقطّعه على قد ما أقدر شكل مثلثات بالطريقة ديّة كده. بعد ما قطعت الكمية كلها هحضر معايا بصلاية وهقطعها تقطيع رفيع، هنزل عليها برشة ملح ومعلقة صغيرة من الدقيق واقلبها كويس جدا بالطريقه ديت. الدقيق هيغلف البصل بتاعي وكمان هيمنع اي سوائل تنزل من البصل. في الوقت دوت هحضر معايا حله، والحله هنزل فيها بربع كيلو من الفول المدشوش، غسلته كويس جدا وصفيته. بصلايه متقطعه 4 تربع، ومعايا كده حوالي مكعب من التوم. لو التوم اللي عندك صحيح حطي 4 5 فصوص. في الوقت دوت احضر بقى حزمه من الكزبره، واحده شبت، واحده بقدونس، غسلهم كويس جدا وشايله العيدان بتاعتهم. تمام كده تمام. لو الحزمة كبيرة حطي نصها بس. انا عندي الحزمة مش كبيرة قوي فحطيتها زي ما هي كده. نزلت بقى بحوالي كده 5 6 كوبايات من المية، ورفعت بقى الكلام دوت على النار لحد ما ياخد غلوة بالشكل دوت كده. وتهدي بقى عليه النار وتسيب البصارة تستوي على راحتها لحد ما الفول يبدأ يستوي معاك. في المرحلة دي هنضربها ضربة حلوة بالهاند بلندر. لو مفيش هاند بلندر هنسيبها تهدى شوية وتبرد تماما، وبعد كده نحطها في الخلاط. صليتي على الرسول؟ طب لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بقى شيري الوصفة دي لأنها فكرة غدا حلوة وجميلة من أيام الزمن الجميل. احنا آخر الشهر وعايزين نلم كده الميزانية، وحطي ايديا في ايديكي وزقي معايا بالله عليكي. خلاص ضربت البصارة كويس جدا بالشكل دوت كده. هاخدها بقى ارفعها على النار تاخد غلوة. في الوقت دوت هكون محضرة معايا شوية زيت على النار، وانزل بالعيش وهديله تحميرة كده في قلب الزيت. انا عايزة عيش مقرمش كده وطعمه حلو. اول ما يتحمر معاكي بالطريقة ديت ارفعيه على مناديل مطبخ، ورش عليه شوية ملح بسيطة كده. الله الله على العيش دوت لما بيتاكل بالبصارة. هرش رشة ملح على العيش في نفس الزيت اللي عملنا فيه العيش بالشكل دوت كده. هنبدأ اللي احنا نحمر البصل اللي احنا قلبنا فيه الدقيق. البصل مش هياخد معايا وقت خالص، وخليكي واقفه قدامي وهو يتحرق منك لان الزيت سخن جدا. خلاص كده البصل خلص معايا، هشيل البصل واركنه على جنب. احضر بقى البصاره، هسيبها تاخد غلوه وانزل بقى بملح وفلفل اسود وشويه صغيرين من الكمون. لو انت حابه تضيفي مكعب مرقه براحتك، انا بحبها كده تبقى طعمها خطير. اي توابل تانية حابة تحطيها براحتك، ليكي حرية الاختيار. اخدت معايا غلوة في التانية لحد ما بقى شكلها كده. هشيلها من على النار واحط بقى معلقتين من الزيت اللي انا لسه محمرة فيه البصلة، شوية صغيرين من الزيت. هنزل ببصلاية متقطعة مكعبات صغيرة قوي. اول ما البصلة تبدأ تدبل معايا هنزل بفصين من التوم المفروم، وحمر الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. شمي ريحة التوم، انزلي بمعلقة من الكزبرة، قلبيهم مع بعض، ودي بقى هتبقى احلى طشه تطشيها على البصاره. يا سلام. عايزه اقولك بقى البصاره دي خطيره. قوليلي اخر مره اكلتيها امتى وبتحبيها من ايد مين؟ هطش بقى البصله بالثوم على البصاره واديها غلوه وخلاص هطفي عليها النار. في الوقت دوت كده معايا البصاره بقت خطيره. يلا نغرفها بقى في الاطباق ونشوف شكلها في النهايه عامل ازاي. تحبيها سخنه ولا ساقعه؟ اصل دي مزاج. على حسب انتي ومزاجك. هنا بعد ما غرفتها سبتها بقى تهدى شويه، حطيت على وشها بقى البصل اللي احنا محمرينه، وناكلها بقى بألف هنا وشفا جنب شويه بتنجان مخلل. مش هتقولك لا. طماطم مخلله، الله الله. بس كده يلا اعمليها. غدا سهل وسريع وطعمه حلو، ونقدر نقول عليه اقتصادي شويه. بحبكم جدا وسلام عليكم.